السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة يوميات مسلمة. النهاردة بقى إن شاء الله هنقضي مع بعض يوم حلو جدا. نبتدي كده يومنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويا رب السنة الجاية كده نكون كده جمعا كده بنستعد عشان نروح على جبل عرفات إن شاء الله. إن شاء الله الفيديو النهاردة يعجبكم جدا، بس في شوية حاجات جايباها كده عشان نبتدي ننظف مع بعض حاجات في الداخليات وكده ان شاء الله قبل العيد. كل سنه وانتم طيبين. وبرده كنت عايزه اوريكم الصينيه عشان هنفطر عليها، جايبه صينيه كده عشان نبتدي اليوم بالفطار. فاوريكم الحاجه الاول بصوا وبعدين اول ندخل على حاجه الفيديو ان شاء الله. جبت كنت محتاجه مفارش، فلقيت شكل المفارش دي عجبني قوي. بصوا اللي هي بتبقى في اللين، بس دي يعني بتبقى اقوى شويه. هي في منها نوعين، دي بيبقى في نوع كده بيبقى في حدود مثلا 13 جنيه كده، وفي نوع بيبقى اغلى شويه بيبقى ماسك نفسه. يعني انا عندي منه في دراج بتاعت اوضه النوم. بصراحه ما شاء الله متين ومش بيتني ولا يتقطع بسرعه زي التاني. بصوا بصوا ده كده شكلها. ان شاء الله هنبقى نعمل مع بعض الادراج سوا. هي زي ما تحسوا ان هي عليها مش مجرد فيلين، اكنها برضو بلاستيك شوية، فبتلمع كده وهيبقى سهل تنظيفها جدا. بصوا يعني مش هسبق الاحداث، لما نيجي بقى نعملها سوا هوريها لكم. الرول ده 3 متر كان سعره 40 جنيه، بس عجبني الاشكال اللي عليه، تحس ان هي ايه تليق على المطبخ وكده. وبرده كان ناقصني جدا حاجات اللي هي للتنظيف السريع يعني، واهمها موضوع اللي هي الرياشة او الحاجة اللي بتلمعي بيها. الريشة اللي انا بحبها مفتقداها خالص او مش لاقيها خالص الفترة دي، اللي هي بتبقى ريش عادي. هي مشكلتها بس ان هي بتوقع. التانية كانت مشكلتها ان هي بتوقع وكده، وانا بصراحة مش بجيب التانية اللي هي الريش اللي هو زي الريش النعام كده، ولونها بتبقى طويلة شوية، بتبقى غالية جدا لان هي شوية بتتملي تراب وببقى عايزة ارميها. فبحب ان انا اجيب ريشة رخيصة عشان اغير فيها كل 6 شهور مثلا كده. فالتانية كانت بتبقى ب10 جنيه يعني، فاهمين؟ لكن دي ب30 جنيه بس، برضو حلوة بصراحة. بصوا يعني برضو يعني ادائها كويس، وهنبقى نلمع بيها. يعني أنا بصراحة في ايام ببقى ورايا شغل في المطبخ، ورايا مشاوير، ورايا حاجات زي كده، ببقى عاملة شقة قبلها بيوم، فببقى عايزه بس حاجه يعني ايه، اصحى احس ان انا عملت حاجه في الشقه، اللي هو يعني انا مظبطه الشقه النهارده، فاهماني؟ فاللي هو امشي على الاسطح بس بالرياشه. بتبقى سريعه معايا جدا، وفي نفس الوقت بتخليه الاسطح ما احسش ان عليها ايه ذرات التراب الرفيعه دي، اكيد فاهميني طبعا. وكمان دي برضو انا عندي واحده بس خلاص ابتدت تتهالك، ودي برضو بتساعدني جدا في التنظيف اليومي. تحطي فيها صابون وبتبتدي تدعكي من غير بقى ما، لو انت عندك اكزيما او كده وبتستثقلي ان انت تحطي ايدك في حاجه بصابون وتدعكي، فدي بقى بتدعكي بيها الحوض، بتبقى مريحه وسريعه جدا الصبح يعني. دي كان سعرها، نسيت اقول لكم، المفارش سعرها 40 جنيه، ودي كان سعرها 30 جنيه، ودي كان سعرها 15 جنيه. تمام. وبصوا بقى الصينيه دي برضو جبتها، شكلها عجبني قوي قوي. صغنونه كده على قد كوبايه شاي وسندوتش، او كوبايتين شاي وكوبايه ميه، يعني حلوه يعني تشيل. لو هتحطي فيها كوبايات كتير هتشيل، هتحطي فيها حاجات قليله هتشيل. فهي بيبقى جاي معاها المسامير بتاعتها، بس انا ركبت الايدين، بيبقى الايدين دي مخلوعه وانتي بتركبيهم وبتركبي لهم المسامير. هي جايه معاها المسامير بتاعتها اهي، بس هبقى اركبها شويه كده. ودي سعرها 110، بس بصراحه فعلا تحفه، شكلها عجبني قوي. ايه رايكم فيها؟ قولوا لي برضو رايكم. وجبت برضو هي كل الحاجات دي من المحل ده اللي هو كوكو اند اس. يعني هو بصي كوكو اند اس ده حاجته، لو هتشتري منه حاجات سعرها رخيص اعرفي ان هي هتترمي سوري يعني مش هتستخدميها، وبتبقى وحشه جدا. لكن عنده فرع تاني فيه حاجات غاليه، بس سعره زي بره. يعني لو انت رايحه له عشان هو ارخص، لا الارخص عنده
بصراحه بيترمي. الفرع اللي هو فيه الحاجات اللي هي نوعا ما كويسه دي سعره زي بره، ويمكن اغلى من بره كمان. انا اعتقد حد شاف الصواني دي في مكان تاني بتهيألي بنفس السعر او اقل، لكن انا بروح له بصراحه عشان هو لامم حاجات كتير في مكان واحد، لكن مش عشان هو ارخص او حاجه. فبس فدي كده. بس بصراحه صينيه هي اللي لفتت نظري لما شفتها عنده، فعجبتني وقلت ايه اجيبها بالمره بما اني هناك. وجبت بقى حاجه تاني هديه، قولوا لي بقى رايكم فيها ايه. بصوا البراد ده مش ليا، انا جايباه هديه لحد غالي عليا يعني. وجبت برضو صينيه يعني هقدمه مع الصينيه، يعني هو الهديه هتبقى هو ده. بصوا شكله كده، حسيته مختلف وشيك قوي. بصوا كده، ايه رايكم؟ بصوا قولوا لي كده رايكم فيه ايه. بصراحه عجبني قوي. هو البراد فيه من جوه كده الجزء ده اللي هو لو انت صبيتي فيه حاجه عشان بس لما تيجي تقدمي يبقى الحاجه شكلها كويس، فلو صبيتي فيه حاجه بتفلها التفل بيفضل يتحش هنا، وانت لما بتصبي الحاجه بتنزلك من غير تفل او حاجه، لو هتعملي شاي بلبن فيه او حاجه وتقدمي منه. فبصراحه شكله حلو قوي. ايه رايكم فيه؟ حاسه شكله جميل وعجبني. فبس كده، يلا بقى هنخش نفطر دلوقتي، ونفطر مع بعض بقى في الصينيه الجديده ان شاء الله. المهم يلا بينا بقى نفطر مع بعض على الصينيه الجديده الحلوه دي. هي اكليريك على فكره، عشان نسيت اقول لكم في وانا بوريكم الحاجه، يعني هي اكليريك بس عمليه جدا طبعا. وصراحه التصميم بتاعها عجبني ولفت نظري كده. قلت افطر بقى انا وعموره دلوقتي وايه، ونعمل سندوتشين كده وكوبايتين شاي بلبن، عشان ورايا يوم طويل النهارده ورايا حاجات كتيره قوي. فقلت يلا بينا ايه كده نسمي الله ونفطر وبعدين نشوف اللي ورانا. هو انا بصراحه الايام اللي فاتت دي من ساعه الاجازه وانا حاسه ان انا عارفين اللي هو بلف حوالين نفسي كده مش فاهمه في ايه. بس فعلا كان الحبه بتوع الصبح اللي هو يعني لما عمر ربنا يحفظه يا رب يحفظ لكم اولادكم جميعا، لما كان بينزل سواء انا كنت بنزله او بابا بينزل بيه، كان بيبقى نوعا ما عندي وقت محدد، اللي هو ان انا عندي الوقت ده اشتغل فيه واخلص فيه اللي ورايا، وبعدين ايه يبقى خلاص بقية اليوم بتبقى حاجات خفيفة. لكن دلوقتي ساعات كتير جدا بيحصل لخبطة في النوم، ساعات ببقى مش شبعانة النوم، يعني ساعات عمر يصحى كده على الساعة مثلا 3 بالليل او 2 بالليل، يقول لي عايزه اشرب او ميني، وانا من النوع اللي لو صحيت بقلق جامد جدا ومبعرفش انام تاني. يقول لي بقى جعان عطشان اي افتكاسة عشان اصحى. فساعات كتير يعني ببقى لدرجة ان انا عملت له لانش بوكس وازازة مية وخليتها جنبه عشان لما يصحى لو قال جعان. بس هو ما بيبقاش عايز كده، هو بيبقى فعلا عايز نصحى. فبيبقى يعني حاصلان عندي لخبطة في النوم جامدة جدا. وهو من النوع اللي برضه اللي ما بيعرفش يلعب لوحده، يعني هو طول الوقت اللي هو صاحي فيه بيبقى عايزني افضل قاعده معاه، يعني بنعمل حاجه سوا، سواء هو بقى اللي يعمل معايا حاجه البيت سواء انا اقعد معاه في العاب وحاجته. فبيبقى في حاجات ما بعرفش اعملها، يعني مثلا عايزه اعمل تفريزات، عايزه انضف ظرف، عايزه حاجات زي كده. بيبقى الموضوع بالنسبه له ممل، وطبعا عشان هو بيبقى قاعد لوحده فبيبقى يعني بيبقى عايز حد يلعب معاه. فالموضوع ده كل الحاجات دي بتعطلني. المهم يعني انا بحكي لكم عشان ما تزعلوش مني، انا اتاخرت عليكم الفتره اللي فاتت. لكن الحمد لله اليوم ده بقى مامتي وبابايا ربنا يا رب يبارك في عمرهم ويحفظهم خدوه اليوم ده وخرجوه كده وسابوني بقى طول اليوم كده قاعده في استجمام. هو فطر بس معايا وبعدين ايه اتكل على الله. فبس عملت كده سندوتش جبنه بالخيار وسندوتش حلاوه وكوبايتين شاي بلبن، وهو تملي لما بعمل فطار لنفسي بحس ان هو نفسه بتتفتح جدا عن لما بعمل له فطار خاص بيه. فبصوا بيلعب اكنه بيشرب عشان بقول له عشان تشرب اللبن. ربنا يهديه ويصلح له حاله يا رب. فالمهم ان يعني بعمل السندوتشات دي، ولو عوزنا بنزود تاني، لو هو كل نص سندوتش يبقى خلاص كده تمام. سلام. فهنكمل فطار بقى وندخل على المطبخ سوا. كده بقى دخلت على المطبخ وهنفرز مع بعض ان شاء الله كمية طماطم حلوة قوي.
بصراحة من اكتر الحاجات اللي ما شاء الله بتبقى موفرة جدا، وبتبقى بركة في البيت، وبتحسي ان انتي بتبقى اي اكلة سهلة عليكي الطماطم. فجبت كده 15 كيلو من الطماطم و4 كيلو بصل، عشان ان شاء الله هنعمل طماطم تسبيكة للمحشي، وهنعمل طماطم متسبكة للطبيخ العادي، وهنعمل طماطم عادية كده متصلصلة عادي، تبقى سهلة بقى تستخدميها في اي استخدام، تعملي بيها فتة، تعملي بيها مكرونة. كده كده التوم احنا مفرزينه. فلو انتي مش مفرزة توم، حاولي ان انتي تعملي حتى برطمان بس، عشان انتوا عارفين ان العيد كل سنة وانتوا طيبين بيحب الفتة والحاجات دي. فحاولي ان انتي الفترة الجاية، الطماطم على فكرة رخيصة جدا، يعني الطماطم سمعت ان هي ممكن تغلى بعد كده، مش عارفة، بس هي الطماطم فعلا سعرها حلو قوي، يعني ب5 جنيه وب6 جنيه. وتجيبي يعني هتلاقيها ما شاء الله تبارك الله هترمي معاكي كتير، وهتقعد فترة طويلة. يعني انا بلاحظ لما بجيب بالكيلو او على قد الاستخدام، بحس ان الحاجة بتهدري فيها. لكن لما بتجيبي كمية وتقسميها اكياس صغيرة، بتلاقي نفسك بتطلعي على قد استخدامك، بس مش بتطلعي كميات كبيرة. فبس فالمهم قعدت كده عملت كوبايه شاي كده حلوه. كان في التوقيت ده خلاص انا كده جوزي نزل وعمر نزل وانا تمام وقاعده لوحدي. فقلت يلا استعين بالله كده، الفتره دي برضو احنا داخلين على ايام مفترجه، فعشان تهيئي نفسك يعني معنويا. انتوا عارفين يعني التملي الشيوخ تقول احنا ليله القدر مش معروفه، لكن العشر ايام من ذي الحجه، وكمان وقفه عرفه معروفه. فالواحد بيهيأ نفسه معنويا جدا. واكتر حاجة ممكن بصراحة يعني تخليكي ما تبقيش قلبك كده فيه خشوع، وما تخليكيش تحسي انت قريبة من ربنا، الدنيا والالتهاء في الدنيا. حتى انت لو واحدة كويسة جدا ومحترمة جدا وبتعرفي ربنا وكل حاجة، بس آه، حاسة انت مش مشغولة بالطاعة، وقلبك مش مشغول بالطاعة، هو بيبقى سبب قلة ذكر الله، او قلة سماع عن الله سبحانه وتعالى. فطول ما انتي قاعدة بتسمعي ان شاء الله حتى لو يوم في الواحد، يعني درس واحد في اليوم، يعني اسمعي اي فيديو، مش شرط درس ان انتي لو ظروفك ما تسمحش انتي تنزلي وتروحي وتحضري يعني مجلس علم. يعني لو درس واحد بس في اليوم، هيعملك توازن شوية، يعني هيعملك توازن بين الدنيا وبين الحاجات الدنيوية. انا عارفة ان اللي احنا بنعمله دي كلها حاجات مباحة، مش حاجات ممكن يكون، يعني انا عارفة ان اغلب اللي بيشوفني، ربنا يا رب يبارك في عمركم ويحفظكم كده ويجعلنا صحبة صالحة بإذن الله كده، ونجمع على منابر من نور بإذن الواحد الأحد في الآخرة. أنا عارفة إن أغلبنا بفضل الله سبحانه وتعالى ناس كويسة، بس بيبقى ساعات الدنيا فعلا يعني المشاغل كتيرة قوي، والمغريات كتيرة، وحاجات ورانا التزامات. مش هقول لكم ان احنا بنعمل حاجات دنيوية وحشة، لا، اي حاجات دنيوية في حياتنا، واكيد باذن الله في ميزان حسناتنا، بس برضو بتلاقي بقى انتمائك او عقلك مش رايح قوي لحته ان انا ايه، انا عايزه ازود الورد بتاعي اكتر، انا عايزه اقعد اصلي قيام الليل اكتر النهارده، او انا بقالي كذا يوم مثلا مهمله في السنن فانا اصلي. يعني الحاجات التشجيعيه دي، او قلبنا مش متعلق بربنا سبحانه وتعالى. فالحاجات دي لما انت بتفضلي يعني بتبقي انت فاكره نفسك ان انت تمام، بيجي بقى اي دروب بيحصل لك، او ممكن اي فتنه تحصل لك، بتلاقي نفسك قصرتي. يعني انا كنت لسه سامعه شيخ قريب بيتكلم عن موضوع المباحات، ان احنا لما بنكتر قوي في المباحات بشكل مبالغ فيه، ممكن بتأثر على يعني على علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، وعلى روحانيتنا، فاهميني؟ فاللي هو لو قاعده انت بتعملي، يعني بما اننا داخلين على الايام مفترجه، فسبحان الله الحاجات دي تلاقي سبحان الله ايه، بتنعنش الواحد كده، وبتفكره يعني بتحمسنا اكتر للطاعات والحاجات دي. فالفتره دي على قد ما تقدري تسمعي فيها شيوخ، ان شاء الله حتى لو درس زي ما بقولك واحد في اليوم، انت بتعملي اي حاجه، ان شاء الله حتى انت بتغسلي المواعين، اسمعي درس واحد في اليوم، هتلاقي سبحان الله قلبك، يعني ربنا سبحانه وتعالى كده ايه ملاه بالايمان وملاه بحب الطاعه. وكمان اي حد بقى بيعمل معاصي، يعني لو حد بيسمعني وانا بقول لكم ان اغلبكم، انا عارفه ان انتوا ناس كويسين، لو في حد هو حاسس ان هو بيعمل معصيه، كتر المعصيه ده، الواحد لما بيحصل معصيه ورا معصيه ورا معصيه، ربنا يعافينا، بيحصل حاجه اسمها نكته سوداء. يعني اول ما الواحد بيعمل معصيه وما بيستغفرش منها، بيتنكت في القلب نكته سوداء، وبعدها معصيه ورا معصيه ورا معصيه، القلب بيبقى عليه حاجه اسمها ران. فعشان ما نوصلش للمرحله دي، بيبقى ان انت بتستغفري، يعني تملي استشعري، اوعي تستعظمي الذنب
قد ما تكوني مستعظمه رحمه ربنا سبحانه وتعالى. يعني خلاص قبل ما تعملي ذنب طبعا يعني ما تستسهليهوش، لكن قصدي وقعتي فيه، اوعي تقنطي من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا رحمته، او يعني ربنا عز وجل باعت للدنيا رحمه واحده من رحماته، وشايل للاخره بقيه الرحمات. وهو ربنا عز وجل يعني قايل على نفسه الرحمن الرحيم. فاللي هو عشان في ناس كتير، يعني انا كان اغرب حاجه ممكن اسمعها في حياتي ان في حد ما يرضاش يرجع لربنا او يتوب عشان هو شايف ان هو خلاص راحت عليه، انا كده كده انسان عاصي، انا استحاله. لا، ازاي؟ ده بالعكس، ده انت لو توبتي توبه يعني نصوحه وتوبه صادقه قدام ربنا سبحانه وتعالى، ومن قلبك ندمتي على ذنب ونويتي انت ما تعمليهوش تاني، على فكره كل ذنوبك اللي فاتت دي هتتحول لحسنات. فسبحان الله. فزي ما بقول لكم، هو بس الغفله اوحش حاجة. والله بحس ان هي اوحش من اي حاجة في الحياة. الغفلة، ان احنا نبقى ملهيين كده، تحس ان احنا صاحيين بنجري ورا بعض وبنجري ورا نفسنا ومش عارفين ان احنا رايحين فين وجايين منين، وتلاقي في اخر اليوم الواحد بيصلي الفرض بالعافية وفي اخر اليوم بننام. لا، السماع عن ربنا سبحانه وتعالى، ودي احنا داخلين على اجازة وحاجات زي كده، فلو عندك مسجد قريب تنزلي تسمعي فيه كده. فالايام اللي احنا يعني داخلين عليها دي تشجعك جدا على حاجه زي كده. وربنا يا رب يرزقنا كده حسن العمل والاخلاص يا رب، اللهم امين. ويرزقنا الاخلاص في نيتنا ويتقبل منكم جميعا يا رب، اللهم امين. وطبعا بس اهم حاجه ان الذنوب دي تكون مش حقوق عباد. يعني لو حقوق عباد رجعي الحق لصاحبه، وبعدين استغفري طبعا عن الذنب، وربنا عز وجل رحمته واسعه. وربنا يا رب يغفر لنا جميعا يا رب، اللهم امين. بس بقى، فالمهم ايه بقى احنا داخلين زي ما بقول على ايام مفترجه بتشجع سبحان الله على كل حاجه. ف برضو اللي هو بتبقي برضو انت عايزه تقومي بدورك كأم وكست بيت، ان انت عايزه البيت يبقى مليان خير. هتعملي بقى طواجن ان شاء الله، ربنا يوسع علينا جميعا ويوسع ارزاقنا يا رب، اللهم امين. تعملي بقى طواجن، تعملي بقى فته. فالطماطم والله زي ما بقولك كده لما بتكون عندك متوفره، هو ده بقى الفرق في التوفير. كان لسه حد بعت لي رساله على الانستجرام اللي هو قولي لي على افكار للتوفير وان ازاي اكون مدبره وكده. هو كده، هو ان انت تنقي الحاجه صح في التوقيت الصح، مش يعني الحاجه المناسبه ليكي اعمليها. فانا حاسه ان الطماطم بجد ما شاء الله تفريزها ده حاجه فيها بركه رهيبه، وبجد بركه في الوقت وبركه في الفلوس وكل حاجه. فدي اسهل طريقه انا بستخدمها بصراحه، ان انا بحط الطماطم يعني بجيب 15 كيلو، وبعمل 5 كده ساده و5 للمحشي زي ما اتفقنا، و5 للطبيخ. فبحطهم على النار، بغسلهم وبحطهم على النار كده مثلا بربع كوبايه ميه صغيره ونص كوبايه ميه، ينزلوا كده ميتهم هم خالص ويعني ويتسبكوا مع نفسهم. بروح ضربهم بالهاند بلندر. لو ما عندكيش هاند بلندر يبقى خلاص بالايه بالخلاط العادي. بس فهي كده بتبقى مركزة جدا، اللي هو انت لو حطيتيها، ولو وقت بقى ما تيجي تعملي لها مكرونة او حاجة وعايزاها تكون يعني صيصة شوية كده، او يعني فيها مية اكتر، حط لها كوباية مية عادي جدا. يعني انا ساعات اطلع اشوح التومة مثلا واطشها بالخل، واروح مطلعه كيس الطماطم كده اللي هو معلوش اي اضافات ده، واروح حطاه عليه شوية مية، فبيبقى لا ما شاء الله حلو. بعمل بيه مكرونة وبعمل بيه فتة، بيبقى زي السكر وبيبقى طعمه حلو جدا. خصوصا الطماطم الفترة دي حمرا وجميلة. وانا بحب عشان احنا اكلنا نوعا ما طواجن وكده، بحب الحاجه مسبكه قوي وبحب لها بصلها كتير. لكن لو انت بالنسبه لك، يعني انا بحط على ال5 كيلو طماطم 2 كيلو بصل، دي للايه للطماطم اللي هي بتاعه الطبيخ. بضرب الطماطم زي ما انتم شايفين، والبصل برضو فرمته كده في الكبه. ال2 كيلو فرمتهم في الكبه، وبعدين بشوحه عادي في معلقه سمنه، وبعدين بحطه على الطماطم. وبتاعه المحشي نفس الكلام. بس بتاعه المحشي يعني بشوح البصله بالزيت مش بالسمنه، فاهمين؟ وبرده الخضره بروح غسلاها. كان برضو حد سألني قريب، الخضره مش بتسود؟ لا مش بتسود خالص، انا بالنسبه لي عاديه جدا زي الفريش بالظبط، وطعمها والله بجد يعني جربيها بس، وكوني يعني حاطاها في اكياس كويسه، والفريزر بتاعك يوم ما بيعملش ريحه ولا اي حاجه، هتلاقيها ما تفرقش خالص عن اللي انت لسه عاملاها حالا. يعني احلى شويه محشي هتاكليهم والله العظيم من ايديكي لو جربتي الطريقه دي. وبس ببقى وخضرة المحشي بقطعها وبغسلها وبصفيها كويس، وبعدين بحطها وهي خلاص هي كده في مرحلة التسبيك وابتدت تبقلل كده وتبقبق، بطفي عليها وبعدين اروح ضايفة الخضرة خلاص، وبحط لها الملح زي ما انتم شايفين كده. تسبيكة المحشي هي اللي بحققها تحقيق كامل.
تحط لها الملح وفلفل اسمر وكزبره وكمون وسنه بهارات محشي او 7 بهارات زي ما انت حابه. شوفي انت بتحطي توابل المحشي بتاعتك بايه، وهتقلبيها شويه. اول ما تبقبق كده حابه تنزلي بقى عليها الخضره متصفيه كويس جدا، يعني اهم حاجه ان الخضره تكوني مقطعاها ومصفيها كويس. انت بتحبي الخضره متقطعه صغير قطعيها، بتحبيها كده تكون باينه شويه خليها زي اللي يريحك. وتديها تقليبه وانت طافيه النار وبس، سيبيها بقى كده تهدى مع نفسها شويه. وبعدين ابتدي بقى كيسيهم في اكياس، ما شاء الله بيبقى فيهم بركه، بيبقى فيه خير في البيت. اي حاجه عايزه تعمليها، عايز تعملي مسقعه يا دوبك هتجيبي البتنجان يعني. لما الواحد بيفرز التوم في السيزون بتاعه والطماطم، فبيبقى اي هتعملي شويه مكرونه بصلصه كيس المكرونه وخلاص وانت عندك طماطم جاهزه. المحشي اسهل حاجه في الحياه، يعني النهارده هنعمل مع بعض محشي. اسهل حاجه هو كيس التسبيكه، ببقى معبيه كوبايتين تسبيكه عليهم كوبايتين رز، على قد النص كيلو رز بروح حاطه كوبايتين من التسبيكه، كوبايتين شاي عاديين زي دي بس. فالمهم بقى كده كنت سبت بقى الحاجه تبرد عشان ما احطهاش في الاكياس وهي سخنه. وكان بصراحه البصل بقى مع البخار مع الحاجات دي، واليوم ده كان حر شويه، كنت حاسه ان دماغي بقى الصداع ايه. دخلت بقى البلكونه وقلت اشرب لي كوبايه شاي كده في ساعه العصاري كده، في الروقان اللي انا فيه ده مفتقده بقى لي فتره. قلت اشرب كوبايه شاي كده وبعدين استأنف بقى شغل البيت ان شاء الله. المهم بقى كده دخلت بقى على جوه، قلت اوريكم الاختراع المسخره ده. والله أنا مش لاقيه له اسم تاني بصراحه. بصوا بقى حكايه البتاعه دي المفروض ان هي مش مكنسه روبوت، هي المفروض دي ممسحه روبوت، تمام. دي هي طبعا الماركات الكويسه منها بتبقى غاليه جدا طبعا، ومش جدا يعني اسعارها متفاوته. المهم ان هي ايه، كان عمر مره جايله هديه المكنسه دي، كانت خالته جايباها له بس كانت مكنسه ساعتها مش ممسحه. بصوا ما تجري مني ازاي. فالمهم كان حبيبها جدا جدا وكان جايبها له مش بهدف ان هي تكون بتكنس يعني، بس عشان هو بيحب الحاجات اللي بتتحرك وبيحب الحاجات الكهربائيه والروبوتات والكلام ده. فهو كان مش فاكره بنتفرج على حاجه مره وشافها وعجبته جدا، فجابتها له هديه. بس هي يعني ايه، اللي هي الرخيصه اللي هي كانت ب 250 حاجه زي كده. المهم كانت عندي بقى، كان بيلعب بيها في الريسبشن، بس هي ما لحقتش ما كملتش لان بعدها الشاحن بتاعها باظ وما عرفتش اوريها لكم. فعايزه اقول لكم كانت بتنضف لي الريسبشن، يعني لو مثلا لقيت قشره لب او حاجه كبيره تلاقيها بتزقها وتمشي. فهي مش مكنسه تعتمدي عليها كمكنسه، لكن ذرات التراب الرفيعه خالص دي لا، كانت ما شاء الله بتخلي البورسلين ده بيبرق. فالمهم هي من ساعه ما باظت وهو يعني مش قادره اوصف لكم معيشنا. عيشنا في جحيم من كتر الليل ونهار عياط، وانا نفسي يفضل يبص لها ويقول لي انا بدعي ان هي تتصلح، وكانت حالته صعبه يعني. فالمهم جبنا له دي ممسحه بقى، هي دي برضو ب 280. بس دي ممسحه اللي هي انت بتحط لها معاها كده الفوطه اللي بتتركب فيها دي، وهي بتبليها بس بتنديها وبتمشي. هي بصراحه بتلمع البورسلين حلوه قوي، بس هي تلاقيها في النص كده بتعطل يعني. لكن مش اللي هي تعتمدي عليها يعني هي حلوة كلعبة للأطفال فاهميني، بس اللي هي يعني ايه، اهي لعبة نافعة يعني، لعبة بتعمل ايه، بتعمل مصلحة برضو مش وحشة. وكمان فيها اوبشن ان هي تبقى فواحة، اللي هي لما انت بتحطي فيها المية و... بتدوسي تكتين على الزرار فبتنفع ان هي تبقى فواحة. بتطلع كده ايه، تحطيها شوية معطر وشوية مية، فبتبقى فواحة حلوة جدا. بس بصوا بقى بتيجي في النص كده بتهنك شوية، لازم انت تديها زقة برجلك كده عشان تمشي. ففكرتها حلوة، قلت بقى اوريها لكم. وبصراحة برضو لما بحس ان انا ايه، مش عايزة المع البورسلين او انا بعمل حاجة جوه، فبروح هو ونايم او هو مش يعني مش موجود في الشقة عشان هو ما بيسيبهاش في حالها، بروح انا مشغلاها كده بتظبط لي الريسبشن برضو يعني ايه. بتعمل اي مصلحة. وساعات انت تقدري توقفيها ما تشغلهاش كمكنسة، وزي ما انتوا شايفين كده كنت مشغلاها كفواحة عادية. فهي كفواحة برضو حلوة جدا بصراحة، يعني بدوس على زرار تكة واحدة بتبقى فواحة.
بس عايزه اقول لكم الاصليه منها بيبقى انت يعني بتظبطي البرنامج بتاعها على خريطه البيت كلها، فاللي هي بتبقى ماشيه بطريقه منظمه، ما بتسيبش حته غير لما بتكنسها، وبتكنس فعلا وبتطلع على السجاد. لكن دي سواء هي اول ما امسحها ما بيطلعوش على السجاد. في التوقيت ده كان النور قطع، وبصور لكم كده على الكشاف، كان نفسي اعبي معاكم الحاجه كده وتشوفوها وهي بظبطها يعني. بس لقيت اللي هي كان يعني لقيت الطماطم، حسيت ان في كام واحده كده ما كانوش متظبطين، فبقيت اكمل على اللي هم بتوع تسبيكه المحشي والتسبيكه العاديه. وقلت الطماطم اللي هي وتسبيكه الطبيخ، لكن الطماطم اللي هي متصلصله عادي دي قلت لو كميتها قلت شويه مش مشكله، في اي وقت ابقى اعمل تاني يعني. قلت بصراحة بقى اجيب 5 كيلو تانيين، ابقى صلصلهم صلصة عادية خالص كده بدون اي اضافات. وتملي بتاعة المحشي بحب احطها في الاكياس اللي هي بتاعة التفريز، اللي هي الزيبلوك دي، بتكون مريحة جدا وما بتلزقش في بعضها. والتانية برضو ببقى مبططاها كده وفرديها. المهم دخلت الحاجة بقى على الفريزر وقلت يلا بينا بقى على الغدا. كان عندي فرخة متبلة كده في الفريزر، قلت اطلعها بقى اشويها واعمل جنبها شوية محشي وشكرا على كده. لان ايه، انتوا عارفين الواحد اليوم اللي بيبقى ممكن الحاجة انتوا تشوفوها سريعة، بس بتبقى طبعا واخدة مجهود كبير جدا جدا. الوقفة والبصل ده في حد ذاته اصلا يعني حاجة علاقتي بيه سيئة جدا. فالحمد لله والشكر لله، يعني اللهم لك الحمد ان هي خلصت من عليا، عشان كنت مش عايزة ابتدي في اي تنظيفات ولا اي داخليات غير لما اعملها. عايزه اقول لكم ان انا الدولاب عندي يعني مش بشيل الشتوي وبحط الصيفي قوي، لان بفضل الله الدولاب حلو وكبير يعني فشايل حاجه. بس في كام حاجه كده لا محتاجه تدخل تحت السراير، فمحتاجه الفتره الجايه ان انا ان شاء الله باذن الله اعمل معاكم الدولاب. لكن اللي فعلا مش عايزه استنى عليه خالص ذره في المطبخ. في كام ضرفه كده حالتهم صعبه يعني، فمحتاجين ان هما ايه يتظبطوا يعني. فعايزه ابتدي في الحاجات اللي زي كده عشان على قرب العيد زي ما اتفقنا نعمل بقى التنظيف العامل العام والشامل ده، ونخلي ايه حاجتنا كده زي الفل ان شاء الله. واليوم اللي انتوا شفتوني فيه ده انا جبت مفارش، بس ناقصني مفارش تانية. انا جبت المفارش اللي انا جبتها لكم دي احتمال كبير جدا، اللي انا وريتها لكم في اول فيديو دي احتمال كبير جدا اعمل بيها الادراج. لكن للظرف عايزه اجيب لها مفارش تانية، كانت عند واحده صاحبتي قالت لي عليها وعجبتني وهي شكرت لي قوي، فان شاء الله باذن الله بنزل اجيبها واوريها لكم برضو، ونبتدي ايه نشتغل مع بعض باذن الله في الداخليات. المهم عملت كده، حشيت البتنجان الابيض والاسود كان نفسي فيهم قوي. والكوسه برضو بحب اديها تحميره، كنت الاول بحمرها الاول في الزيت وبعدين بحطها ايه تتشرب مع المحشي عادي. بس قلت اعملها في الاير فراير اخف، بس بصراحه ما ادتنيش نفس النتيجه لما كنت بحمرها في الزيت. وعملت كده الميه اللي هزود بيها المحشي، ميه على صلصه على توابل محشي برضو مش كتير، وشويه شوربه بس. وقلت بقى اعمل السلطه، وكده كده كانت الفراخ خلاص في الفرن بتتشوي. وقلت ان انا عايزه اعمل محشي النهارده اللي هو المحشي الشامي، اللي هو بيبقى ايه ميته كتيره بشكل يعني، اللي هي تتعمل كده بعد ما تشربي المحشي تاخدي منها كده حبه تعملي بيهم شوربه. بصراحه بحبها يعني، بحب الطريقه دي جدا. انا عارفه ان احنا هنا مش بنعمل الطريقه دي، بس انا عن نفسي بصراحه بحبها يعني، بحب الميه بتاعه المحشي كده اشربها من المعلقه. فطبعا الحاجات دي بتبقى اذواق يعني. فعملتها النهارده، وكنت المره دي يعني كنت خايفه من رد فعلهم في البيت يعني يقولوا لي ايه ده، بس لا عجبتهم وكان ما شاء الله طعمها جميل. فقلت اعمل شويه خضار كده يعني يا دوبك بس بحب السلطه دي جدا. غير سلطه الحيتي، يعني سلطه الحيتي مش بحط عليها ولا جزر ولا خس. لكن دي بحط عليها خس وجزر وشويه دبس رمان بس كده، وبتبقى تمام جاهزه معايا. بس فقلت بقى اقدم بقى المحشي وهقدم الفراخ كله في سيرفيس واحد واحط، عشان كنا هناكل في الليفينج اليوم ده. فقلت ايه يلا بقى اعملهم كده بطريقه سهله، احطها على ترابيزه الليفينج واطباق، وكل واحد ايه ياخد كام صباع محشي وحته الفرخه بتاعته وخلاص كده. عشان فعلا ايه كنت عايزه الم الموضوع على قد ما اقدر. وكان نفسي قوي في البتنجان الاسود ده فقلت الحمد لله ان انا لقيته يعني. فبصراحة انا اكتر حاجة بكون متوترة ما بكون خلصانة من عندي تسبيكة المحشي واللحمة المعصجة. يعني بصراحة بحس ان انا ايه متكتفة كده. لكن دول بيسهلوا عليا الدنيا، ان انا فعلا فعلا بحب انجز في الاكل يعني، بحب اعمل اصناف حلوة بس ما بحبش اطول يعني.
فتسبيكة المحشي يا دوبك بطلع الكيس وعليه كوبايتين رز مغسولين ومصفياهم واروح عاملاهم واعمل بقى احلى حلة محشي كرنب واحلى حلة محشي ورق عنب واحلى شوية بتنجان زي كده. فما شاء الله بتنجز معايا. وبرده اللحمه المعصجه نفس الكلام، انا متبقي عندي كيسين، فعايزه باذن الله الفتره الجايه برده اعمل شويه عشان الرقاق وكده. كل سنه وانتم طيبين. ف فبرضه اللي هو في منت كده تلاقي نفسك عملتي صينيه مكرونه بشاميل، وبصي عملتي جلاش وعملتي حاجات، واصلا يعني الحاجه ما خدتش منك ثواني فعلا، في اوقات في وقت قليل خالص بتخلصي. بصوا بقى شويه الشوربه دول كانوا يعني كانوا جنان بجد، كانوا تحفه. فبس كده بقى، يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، ويا رب كده تكونوا اتشجعتوا معايا ونتنشط مع بعض بقى ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. دعواتكم كده بالتيسير، وربنا يا رب ينجح كل اللي عندهم امتحانات. يعني اكيد طبعا المضغوطين في امتحانات استنوا شويه الولاد يخلصوا، وان شاء الله باذن الله تشتغل يعني تبتدوا على طول. ربنا يوفقهم ويكبر بخاطركم فيهم كده، وينجحهم بأعلى الدرجات، ويا رب يعني يرزقكم كل اللي بتتمنوه، ويفرح قلبكم بالخير كله، ويرزقنا جميعا كده حج بيته الحرام يا رب، اللهم امين. يجعلنا كده صحبة كده ان شاء الله، ويرزقنا بيها عاجلا غير آجل يا رب، اللهم امين. بس كده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.